بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا في الفيديو السابق أهمية زيارة الدولة والتعريف ديالها والرمزية السياسية ديالها، دابا نشوفوا الفرق ما بين زيارة الدولة وزيارة رسمية عادية. شنو الفرق ما بيناتهم؟ لأن فاش نقولوا زيارة دولة وزيارة رسمية، هما بجوجهم زيارات يقوم بها رئيس دولة أو لا رئيس حكومة لدولة واحدة أخرى، ولكن كاين فرق بيناتهم، هو فرق جوهري، لا من ناحية ديال الأهمية البروتوكول، لا من الأهمية السياسية، لا من ناحية ديال الهدف. كما قلنا زيارات الدولة عندها الأهمية ديالها أنها تكون على أعلى مستويات الرسمية ما بين الدول، رئيس ملك إلى غير ذلك، تتعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي ما بين البلدين. من ناحية البروتوكولات تتميز بروتوكولات خاصة، بروتوكول على أعلى مستوى، استقبال الرئيس كضيف على مراتب الشرف، مراتب استقبال رسمية. الهدف من هذا الشيء كله ولا من هذه الزيارة ديال الدولة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وشراكات استراتيجية طويلة الأمد في مختلف المجالات عسكرية، اقتصادية إلى غير ذلك. المدة ديالها غالبا تكون أطول من المدة العادية، ما بين 3 أيام، يومين، 4 أيام على حساب، وتتكون فيها مجموعة أنشطة، وتكون فيها تغطية إعلامية كبيرة وواسعة على المستوى المحلي والمستوى الدولي. فاش نجيو للزيارة الرسمية العادية، من ناحية الأهمية تكون أقل أهمية من زيارات رئيس الدولة، لكن حتى هي تحمل طابع رسمي، تعكس العلاقات الثنائية ما بين البلدين، فيها بروتوكولات مخالفة، تطبق البروتوكول رسمي ولكن بدرجة أقل من البروتوكول ديال زيارات الدولة. تكون المراسم أقل من ناحية الفخامة. الهدف تكون مناقشات قضايا محدودة، توقيع اتفاقيات في مجالات معينة، ولا ما تكونش كاع توقيع ديال اتفاقيات، تعزيز التعاون في بعض القطاعات فقط. المدة ديالها تكون قصيرة، تقدر تكون فقط لساعة أو لا ساعتين أو لا يوم، تكون محدودة في الأنشطة وفي الفعاليات. تكون التغطية الإعلامية ديالها أقل من زيارة ديال الدولة. نقدروا نديروا واحد الملخص بسيط. إلا قلنا زيارة الدولة، الأهمية ديالها مقارنة مع ديال الزيارة الرسمية العادية أعلى، والأهمية ديال العادية أقل. من ناحية البروتوكول تيكون الدولة أعلى. من ناحية ديال الهدف، زيارة الدولة تعزيز العلاقات الشاملة وتوقيع اتفاقيات مهمة. الزيارة الرسمية مناقشة قضايا محدودة وتعزيز التعاون في مجالات معينة. المدة ديال الزيارة الدولة طويلة، زيارة رسمية عادية تكون قصيرة. من ناحية ديال التغطية الإعلامية، الدولة واسعة، زيارة عادية تكون كما قلنا محدودة. باختصار ولا كخلاصة يمكننا نقولوا أن زيارة الدولة هي تعتبر أعلى مستوى ديال العلاقات الثنائية ما بين جوج ديال الدول، تتميز بروتوكولات خاصة وعندها أهداف استراتيجية طويلة الأمد، بينما الزيارة الرسمية العادية هي تتحمل طابع أقل رسمية وأهداف جد محدودة. هذا هو تقريبا الفرق ما بيناتهم بواحد البساطة. تحية لكم، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.